أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. هل كنت تعرف إن في شخص واحد بس قدر يخلي الإنترنت كله يتكلم عنه كل يوم؟ ناس بتهاجمه، ناس بتحاول تسكته، وناس شايفاه واحد من أذكى الناس اللي بتناقش على السوشيال ميديا. بس السؤال الحقيقي، مين ده؟ الاسم اللي عامل ضجة ضخمة جداً على الإنترنت المصري هو معاذ عليان، واحد من أكثر الشخصيات اللي قدرت تخطف الانتباه بسرعة رهيبة، مش بالغناء ولا بالتمثيل ولا حتى بالكوميديا، لكن بالنقاش. معاذ عليان اشتهر بشكل كبير من خلال فيديوهات الردود والمناظرات والمكالمات المباشرة، خصوصاً في المواضيع الدينية والفكرية، وده اللي خلى اسمه ينتشر بشكل ضخم جداً على السوشيال ميديا. والغريب إن أي فيديو ينزله تقريباً لازم يثير جدل، لكن السبب الحقيقي وراء شهرته مش مجرد الجدل، السبب إن عنده أسلوب يخلي الناس تكمل الفيديو للآخر، ثقة، سرعة رد، وطريقة كلام تخلي أي نقاش عادي يتحول لمعركة كلامية مشتعلة. وده بالضبط اللي خلى ناس كتير تعتبره مختلف عن أغلب صناع المحتوى. وفي وقت ناس كتير بقت تخاف تتكلم في المواضيع الحساسة، هو قرر يدخل فيها بشكل مباشر جداً، وده طبيعي يخليه يتهاجم، لأن أي شخص يتكلم في المواضيع الدينية أو الفكرية بشكل صريح لازم هيكون عنده مؤيدين ومعارضين. لكن اللي واضح فعلاً إن معاذ عرف يبني جمهور ضخم جداً في وقت قصير، وفيديوهاته بقت تنتشر بالملايين على تيك توك وفيسبوك ويوتيوب، خصوصاً المقاطع اللي فيها مناظرات وردود سريعة. وفي ناس كتير شايفة إن سبب نجاحه الحقيقي إنه بيتكلم بثقة حتى في أصعب المواضيع، وده شيء قليل جداً على السوشيال ميديا حالياً. طبعاً الهجوم عليه كبير، وفي ناس انتقدته واتهمته إنه بيعمل جدل عشان الترند، لكن بصراحة لو الموضوع مجرد ترند ما كانش هيقدر يحافظ على التفاعل ده كله لفترة طويلة، لأن الإنترنت ممكن يرفع أي شخص يوم، لكن صعب جداً يفضل الناس مهتمة بيك كل الوقت إلا لو عندك تأثير فعلي. وده اللي حصل مع معاذ عليان. سواء اتفقت معاه أو لا، ما تقدرش تنكر إنه قدر يفرض اسمه على السوشيال ميديا بشكل قوي جداً، وإنه بقى واحد من أكثر الناس اللي أي فيديو إلهم يتحول لنقاش ضخم فوراً. وفي الآخر في ناس تشوفه شخص مثير للجدل، وفي ناس تشوفه شخص جريء بيقول اللي غيره خايف الموضوع يقوله. بشكل عام، لكن لكن أنا المؤكد أدخّلك في إن معاذ التفاصيل عليان بتغرق بقى اسمه فيها. مستحيل إيه تتجاهله على النقطة؟ الإنترنت المصري. ولو عايز تعرف طيب، قصص وشخصيات الإنترنت كلها بتتكلم عنها، أمّال اشترك حضرتك في شايف قناة إيه؟ مين ده، وما تنساش اللايك.